هلو وحشتوني كتير، يا رب دايما تكونوا بألف خير. يلا بسرعة نعمل مع بعض النهاردة الانجليش كيك. الانجليش كيك الجو شتاء وبرد، فورا نعملها لأنها كيكة شتوية طعمها ريتشي وفظيعة جدا. يلا بسرعة نبدأ نسمي بسم الله ونعمل مع بعض الانجليش كيك بكل تركاته وحركاته، ويلا بينا بسم الله. اول حاجه جبنا مع بعض حوالي كوبايه من الفواكه المجففه، عباره عن زبيب، قراصية، تين مجفف، مشمشيه، اي فواكه مجففه موجوده عندك في البيت. هننقعها في حبه ميه سخنين بعد ما نشطفها، وبس كده بنسيبها منقوعين على جنب. وبعد كده هقول لكم هنعمل فيها ايه. بعد كده هنصفيها من الميه اللي نقعناها فيها علشان تكون طريه شويه. تمام. وهننزلها على دقيق. ده قبل المقادير وقبل اي حاجه خالص. هننزلها على دقيق ليه؟ علشان نغلفها كويس جدا جدا بالدقيق، علشان وقت ما ننزلها في الكيك ما تسقطش او تنزل في ارضيه الكيك. تمام. تكون يعني عامل لها شخصيه كده وثابته مكانها في قلب الكيك. ما نجيش هوب ناكل نلاقي ان كل الفواكه المجففه دي نزلت معانا في ارضيه الكيك. تمام. كده خلاص احنا جهزناها، هنسيبها بقى معانا على جنب. كده خلاص بنركن بقى الفواكه المجففة معانا على جنب، وبنجيب السكر البودر بعد ما نكون وزننا حوالي 70 جرام من السكر البودر. 70 جرام يعني حوالي 9 معالق كبار، وعليهم 100 جرام من الزبدة، يعني حوالي 8 معالق كبار من الزبدة. وابدأ اهيشهم واضربهم بالعجان او بمضرب البيض او حتى بمضرب يدوي عادي جدا يا بنات، مفيش اي مشكلة. طب بس طبعا لو مضرب يدوي هياخد مدة معانا اطول شوية. ابدا اعيشهم الاول، بضرب على سرعه بسيطه، وبعد كده بعلي السرعه علشان بس السكر ما يبهدلش الدنيا حوالينا. تمام. كده خلاص بدا يهيش ولونه حتى اختلف معانا جدا لما علينا السرعه وطولنا الوقت شويه في ضرب السكر والزبده. بصوا اللون حتى بدا كده يبقى قوي معانا، واحده واحده هتلاقيه فتح لحد ما يبقى هايش خالص كده كريمه زبده، يعني كانها كريم شانتيه بالظبط. تمام. طبعا اول ما ابدا في شغل الكيك بكون فورا مشغله الفرن على درجه حراره 180، ومظبطه الحراره كويس جدا. بس كده خلاص الزبده والسكر بصوا كريمه كريمه يعني. ببدا بعد كده اجيب معايا البيض، وبنزل باول بيضه واديها كده خفق مع الزبده والسكر لحد ما تختفي تماما. اختفت تماما معانا، ببدا انزل بعدها بالبيضه التانية وكمان الفانيليا، وبرضه بقلب جدا جدا لحد ما تختفي البيضة تماما من الخليط معانا. تمام. عايزه اقول لكم يا بنات ان مش شرط ابدا يكون موجود عندنا في البيت فواكه مجففه. ممكن عادي نستبدلها بان احنا نجيب في فروت كده بتبقى مصنعه جاهزه في محلات خامات الحلواني، نقدر نستبدلها بيها عادي جدا. لكن الحقيقه الفواكه المجففه بتكون اطعم وافيد كتير كتير. بعد ما اتاكدنا هنا ان البيضه التانية اختفت، ببدا بعد كده انزل بمقدار الدقيق. 80 جرام من الدقيق يعني حوالي 7 معالق كبار من الدقيق. 80 جرام دقيق وعليها بيكنج باودر حوالي ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ببدأ بقى خلاص المضرب كده دوره انتهى على جنب، وبالسباتشولا ببدأ أقلب واحدة واحدة علشان هيشان الزبدة والسكر والبيض ما يختفوش مني. بالراحة كده بجيب الجوانب وبجيب الأرضية، وكده خلاص الدنيا جاهزة تمام معايا. ابدا في الوقت ده انزل بالفواكه المجففه اللي كنا غلفناها مع بعض في اول الفيديو بالدقيق، وبعمل لهم برضو ميكس مع بعض. وفي الوقت ده انا كده خلاص خلصت كل الكيك معايا. قالب الانجليش كيك كنت مغلفاه بزبده ورشه من الدقيق، وجاهز معايا على ان انزل فيه خليط الكيك على طول. تمام. ببدا بعد كده انزل خليط الكيك في القالب، وبكون سايبه معايا حبه صغننين كده من الفواكه المجففه احطهم على الوش. تمام. واثبتهم كده، يا اما بفرد كيس على قالب الانجليش كيك واعمل بايدي، او بحرف سكينه كده بسيطه وابدا ان انا اثبته بسيط على وش الكيك، مش مستاهل ضغط كتير. كده خلاص دخلناه الفرن على درجه حراره 170 لمده 30 دقيقه. خرج معانا احلى انجليش كيك تدوقوه في حياتكم.
حقيقي طعمه تحفة جدا جدا، حاجة كده ريتشي وجميلة، وتناسب جدا الأجواء الشتوية الجميلة دي. بس حقيقي بيني وبينكم الإنجليش كيك معايا أي وقت، صيف شتاء، لأنه من الحاجات القيمة جدا اللي تقدميها لضيوفك وانتي مطمنة. حقيقي مش محتاج أي تزيين ولا أي ديكوريشن ولا أي حاجة، طعمه لوحده